باشر الجيش الإسرائيلي إجراء تحقيقات بالتعاون مع الجانب المصري بعد إعلان تل أبيب مقتل 3 من جنودها وإصابة ضابط برصاص شرطي مصري في إطلاق نار بدأ فجر اليوم السبت عند معبر العوجة الحدودي. من جهته، ربط الجانب المصري الواقعة بإطلاق نار وقع أثناء مطاردة مهربي مخدرات عبر الحدود. وقال المتحدث باسم الجيش المصري في بيان: قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين. وأضاف أن العنصر تبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيليين وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران. أما الجيش الإسرائيلي فقال: المخرب الذي نفذ الاعتداء على الحدود شرطي مصري، وأشار إلى أن جنوده يجرون عمليات تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود مخربين آخرين. وذكر الجيش الإسرائيلي أن التحقيق في الحادث يجري بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري. وبينما يستمر التحقيق الميداني، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم إن مطلق النار لم يتسلل من فجوة في السياج الحدودي بل دخل من معبر طوارئ. وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنديين اللذين قتلا أولا قرب الحدود لم يطلقن النار من أسلحتهما، ويبدو أن منفذ العملية فاجأهما. وذكرت أيضا أن طائرة مسيرة رصدت مطلق النار على عمق 1.5 كيلومتر داخل الأراضي الإسرائيلية. من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الدفاع أكد لنظيره المصري أن التعاون في التحقيق له أهمية كبرى بالنسبة للعلاقة بين الطرفين. وقد أفادت مصادر عسكرية وإعلامية إسرائيلية بأن الجيشين المصري والإسرائيلي بدأا بإجراء تحقيق ميداني في موقع الحادثة للوقوف على ملابسة ما جرى. في الأخير لا تنسى الاشتراك وإعجاب للفيديو.